الحقيقة اللي محدش بيقولك عليها بصراحة هي ان في انواع جديدة من الاقامات، نوع معمول مخصوص لناس زيك بالظبط لو انت ديجيتال نوماد. في الحلقة دي انا هسألك سؤال، والسؤال دوت مهم جدا. هل ممكن فعلا تعيش في اوروبا او دبي او اي دولة في العالم من غير ما تكون مليونير، ومن غير ما تفتح شركة ضخمة، ومن غير حتى ما تسيب شغلك؟ ما تستعجلش في الإجابة، لأن أغلب الناس لحد دلوقتي فاكرين إن السفر والعيش في بلد تانية محتاج فلوس كتير، يا إما محتاج فرصة استثنائية، يا إما محتاج عقد عمل خارجي. بس قبل ما أجاوبك على الحقيقة، حابب أقول لك أهلا بيك مع دكتور إيميجريشن، أكبر صانع للمحتوى في مجال الديجيتال نوماد في الوطن العربي. ما تنساش تعمل اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا نكمل الحلقة. الحقيقة اللي محدش بيقولك عليها بصراحة هي إن في أنواع جديدة من الإقامات، نوع معمول مخصوص لناس زيك بالظبط لو انت ديجيتال نوماد. زمان كنت عشان تسافر بتدور على عقد عمل، لازم تلاقي عقد عمل، والعقد العمل ده هيشغلك في شركة او ان انت تبقى صاحب شركة في بلد ما. دلوقتي في اقامة جديدة اسمها ديجيتال نوماد فيزا او ديجيتال نوماد ريزيدنسي. طب خلينا نفهم الاول ببساطة شديدة يعني ايه ديجيتال نوماد فيزا. ده ببساطة تصريح إقامة بيسمح لك تعيش في دولة معينة بس بشروط، والشرط الأهم هو إن دخلك يجي من بره البلد دي. يعني أنت مش مطلوب منك أنت تشتغل عند شركة محلية، أو إن أنت يجيلك عقد عمل في المكان ده أو في الدولة دي، ولا إن أنت أصلا تدخل سوق العمل هناك، ولا حتى كمان تنافس المواطنين اللي في الدولة دي على الوظائف بتاعتهم. أنت ببساطة بتدخل الدولة دي وتعيش وتستهلك وتشتغل ريموت. طب تخيل معايا كده، انت قاعد في القاهرة او في اي مدينة، وفجأة تقدر تختار تعيش في اسبانيا او البرتغال او اليونان او حتى استونيا، بس شغلك هو، موبايلك هو، لابتوبك هو. الاختلاف الوحيد ان بدل ما بترمي الشبك في منطقة محيطة بيك، انت بترمي الشبك في بحر مش زحمة. طيب ليه الدول دي اصلا تعمل لك اقامة او تعمل لك فيزا؟ ده سؤال مهم جدا، لان الدول الاوروبيه بدات تفهم حاجه بسيطه، ان الناس اللي بتشتغل اونلاين بتجيب فلوس من بره البلد، ومش بتزاحم ولاد البلد على الوظائف المحليه. يعني ببساطه هي بتكسب منك فلوس، بتكسب منك اقتصاد من غير ما تخسر فرص لمواطنيها. بس هنا في نقطه ناس كتير بتغلط فيها، مش اي حد يقدر ياخد الفيزا دي. في شروط، واهم شرط اللي اتكلمنا عنه هو الدخل المستمر. كل دوله بتطلب رقم مختلف، بس الفكرة العامة دايما واحدة، لازم تثبت انك بتكسب دخل ثابت من بره الدولة. انت فريلانس، انت ريموت امبلوي، انت صاحب بيزنس، انت كونتنت كرييتور، انت كونسلتنت في مجالك. فخليني اقول لك مثال بسيط جدا. اسبانيا مثلا عايزة منك دخل شهري معين، حوالي 3000 يورو شهريا. البرتغال نفس الفكرة، مالطا كمان، اليونان كمان. كل دولة بتختلف حسب المبلغ اللي بتطلبه منك عشان تديك الإقامة أو تديك الفيزا دي. لكن الفرق مش في الفكرة، الفرق في التفاصيل ما بين كل دولة ودولة. بس السؤال المهم، الفيزا دي معناها إيه؟ هل إن أنت بيبقى معاك إقامة ذهبية؟ لا، ده فرق مهم جدا. الفيزا دي هي ديجيتال نوماد فيزا، وهي إقامة مؤقتة قابلة للتجديد، ومع الوقت بتاخد إقامة دايمة، ومع الوقت بتاخد جنسية لو انت استوفيت الشروط. فالفيزا دي هي بوابتك انك تدخل اوروبا بشكل قانوني، ومع الوقت ممكن بعد كده بتاخد اقامة دايمة، ومع الوقت بتتحول الى جنسية حسب شروط كل دولة. طب ليه الناس بتفكر في الموضوع ده اصلا؟ لان الموضوع ده بيغير قواعد اللعبة كلها بالكامل. طيب خليني اقول لك الصورة اللي معظم الناس مش شايفينها. انت لما تكون في بلد بتكسب فيه بالدولار او اليورو او اي عملة اجنبية، وبتصرف بعملة اضعف، احنا كده سميناه، لو حد بيتابع الحلقات اللي فاتت، سميناه جيو اربيتراج. انت كأنك بتزود دخلك تلقائيا من غير ما تزود شغلك، نفس المجهود نفس الشغل، ولكن انت بتزود القوة الشرائية بتاعتك. يعني ببساطة نفس الشغل نفس العميل نفس المجهود، بس مستوى حياة بيتغير الى الافضل. طب خلينا نخش بقى في الجزء الاهم. ايه اللي بيحصل بعد ما اقدم على الفيزا واخد الفيزا؟ اول حاجة بتعملها انك بتدخل البلد بشكل قانوني. تاني حاجة بتفتح حساب بنكي محلي. تالت حاجة بتبدأ تستقر، تمام،
بتبدأ تتحول من شخص شغال اونلاين الى شخص عنده وجود دولي في اكتر من دولة. ودي نقطة ناس كتير بتفوتها، لان اللي مش فاهم ده بيفضل سنين يشتغل اونلاين بس يفضل محبوس في نفس المكان. طب هل الموضوع ده سهل؟ هو مش سهل بصراحة، ولكن مش صعب. هو محتاج 3 حاجات اساسية عشان تقدر تقدم على نوع الفيز ده وتاخد اقامة في اوروبا او في اي دولة تسمح لاقامات الديجيتال نوماد. ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها؟ دخل ثابت، شغل اونلاين حقيقي، ملف منظم يثبت ان انت لو اتنقلت لاي بلد اخرى شغلك هيفضل شغال وهيفضل مستمر. المشكلة ان اغلب الناس اصلا مش جاهزة نفسيا للفكرة، ومش مظبطه السيستم بتاعها اللي يخليها لو راحت تعيش في اي دوله تقدر ان هي تحافظ على الدخل بتاعها بشكل مستمر. ليه؟ لانها متعوده على ان الحياه لازم تبقى في مكان واحد او في وظيفه واحده. لكن هنا احنا بنتكلم عن حياه مختلفه، حياه انك تقدر تغير بلدك زي ما بتغير الكافيه بتاعك. مش خيال، ده واقع بالفعل. طب دلوقتي خليني اكون اكتر واضح، لان الديجيتال نوماد فيزا دي البدايه مش النهايه. لان بعد ما بتدخل وتحصل على الفيزا بيبدا الجزء الاهم، ازاي تستقر، ازاي تدير شغلك وانت في البلد الجديده، طب ايه اخبار الضرايب في البلد الجديده، ازاي تختار الدوله الصح اصلا، يعني اروح مثلا البرتغال ولا اروح اسبانيا ولا اروح ماليزيا ولا اروح دبي ولا اروح البرازيل، ازاي اختار الدوله دي، طب ازاي احول حياتي لحياه في الدوله دي. لو عايز تعرف كل التفاصيل دي، هي دي التفاصيل اللي هنتكلم عنها في الحلقه الجايه. ولكن قبل ما نقفل الحلقه دي عايزك تفكر في سؤال واحد بس: هل شغلك الحالي يسمح لك انك تعيش في اي مكان في العالم؟ لو الاجابه لا، يبقى المشكله مش في الشغل، المشكله في النظام اللي انت عايش جواه. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل اللايك والشير والسبسكرايب وتتابع كل الحلقات اللي احنا نزلناها سابقا علشان توصل لمرحله الديجيتال نوماد. شكرا لكم.